هل حدث أن تمنيت لو أنك سكت بدل أن ترد؟ أنك تراجعت عن كلامك بعد لحظات من خروجه؟ أجل، كلنا مررنا بهذا. لكن هل فكرت أن الصمت مش ضعف بل قوة؟ خالد شاب مثلنا تماما، يحب التحدث، يكره الإهانة، ويظن أن الدفاع عن النفس يعني الكلام والرد الفوري. لكن في يوم من الأيام تغير شيء بداخله. زميله يقول له بسخرية: واضح إنك مش فاهم المشروع، خلي غيرك يتكلم. الجميع ينظرون لخالد، وهنا المفاجأة: خالد لا يرد، بس يبتسم ويكتب ملاحظات. زميله يتوتر ويحاول شرح نفسه. الصمت أربكه، الصمت كان الرد الأقوى. الصمت مش بس عدم الكلام، الصمت ذكاء. أحيانا الصمت يعني أنك قررت: أنا مش داخل حرب كلام، أنا حافظ على كرامتي. تعال نتكلم بصراحة. كم مرة رديت بسرعة وبعدها ندمت؟ كم مرة تمنيت لو قلت شيء مختلف، أو لو أنك فقط سكت؟ خالد دخل في نقاش حاد مع أخوه، صراخ، توتر، وكل طرف بجرح الثاني بكلامه. خالد وقف، قال: أنا حاليا مش جاهز أكمل النقاش، وخرج. بعد ساعتين عاد وقال: أنا ما بدي أخسر علاقتنا عشان لحظة غضب. هذه مش ضعف، هذه قيادة. أقوى الناس مش اللي بيحكوا كثير، أقوى الناس هم اللي يعرفوا متى يتكلموا، والأقوى هم اللي يعرفوا متى يسكتوا. متى يكون الصمت أقوى من الكلام؟ لما يكون الطرف الآخر غاضب جدا، لما تكون الحقائق غير واضحة، لما تكون نيتك الدفاع فقط عن الأنا، لما تحتاج لحظة تفكر فيها قبل الرد، لما يكون الكلام رح يزيد النار نارا. هل يعني هذا إننا نسكت دائما؟ أبدا، الصمت مش دائم، لكنه قرار، قرار مدروس. وخالد اليوم